أثرو ولو أثرو أينو غير شبرو إثبي أثرا حنن شرشوي هون أثرا وهود أرعا بث نهر سبيقو يوم أيكو إين قدموي أيكو إين قابوري أيكو إين حاكيمي أيكو إين أثليطي أبوهين تكتو شيء إذ قابار وبقرسع بعد نصحوني أو أثرو دم دينوثو مونو قد شخ والمونو حاشل صلمخ أثرو ديل أينو أثري وأينو عيذ عذعذ له حور بيتا عتيقو دلو موري دلو آفو ولو إيمو ولو نوشو أينو عيذو وأي كان مطوبث نهر أي كانوا ويت وأي كانوا بشلخ أو سريويو حزي أثرا أرعا بيتا زتقا كريولي دومرنو أثرو ديل أينو زتقا يو علمو يو عامو حزي بال بيتا وحربو زراع حربو جناب وردا نايو بنوثو مولوخ دوز القولخ صليلي دو مرنو لوخ إن بث أبقدوثو من بعلذ بوبايك أي كان حوينو كل نوش بيتهار أمور وخليل سوكخ عيناي شهار وزيوو وشبحو وهذرو دافي بوث نهروي لؤات الحوذايك صوئد ديشخ هو أوف إينو لمصينو تحوزينو شيخ أثرا أخد ليث شمشو مبال توغد أمثن مبال بيتا بثلو شوري وقثو عاما حور أرعو كولو حربو حايا روبو زتقا بلوشو حيروثا قرسو كولو أرعو حربو بحربو أيكو آت أثرو سوغ زومرنو أثرو ديل هذرو رابو شابيروثو زلغو دصمح أوف بيوثو بروموثوخ وأثرو برومو كيبي كريولي أثروديل تودي الخون وشكرا لكم. بسيمة راضي أي بمعنى شكرا جزيلا. من بغديدة وأخواتها خرج شعراء وهم يحملون النار الأولى، نار المعرفة والهوية التي لا تطفئها رياح الحداثة بل تضيء بها طرق الأجيال. في أقلام متقفية بغديدة تختلط الحروف برائحة البخور، والكلمة هناك ليست ترفا لغويا بل صلاة تكتب بحبر الانتماء. الشعر في بغديدة ليس قولا بل فعل وجود، مقاومة بالحرف وصونا للذاكرة التي أرادها التاريخ أن تنسى فأبت ألا أن تنشد. يتفضل الآن الشاعر جميل الجميل لقراء قصيدته مشكورا.
عدتم مساء أيها الأحبة، وشكرا لهذا الحضور البهي. عادة نحن نعلم جيدا بأن الجلسات الثقافية يكون فيها الحضور أقلية. سأقرأ نصا أدبيا باللغة السريانية ولهجاتها. ماراثون دشلامة أثري كم طاكس ماراثونات تياريخ بدم أرقخ بطر شلامة وهركي يخ أرقخ هل دفلطلا من سبت أرأن غزيلا مثواثة سبيق من حشة ومثواثة قويل بدمة مطيلا ايكد مع رواي كم مرخن بريخ رمشخون كم يويلا شلامة وشقلهن أثرا اينو روحمنو الأثري أثروديل روحيم قتلو بينو ثآحو وحورو طورو شكيخ ياروقو وشاعوثو نحرين لان حنان لو ميتينان حنان بيشينان مشحوثو تشاكر سيفو اماثن اقنخلي وخط دمبلطي وزيوان منهن أخني ما نخلق دمبلطخ قطالا ما نخلق دمبلطخ آني دكم مخلخهن وكم إرقيلا كم مشتخن وكم مطبيلا الكساثا عمن خاي بينث نشواث حكبور ونخراي قناوة ما نخلخ دمبلطخ نخراي قريوة نخراي رحوقة نخراي مليلة أرقى من نخراي ماني كما فيهن دنخراي إلن مبدلن نخلتا سرادة غزيلا فالقد عمن بيشا نخلتانا أسيا نخلتانا ملبانا نخلتانا قاشا نخلتانا بقالا نخلتانا دبرانا نخلتانا ويقا هيذئلن قيفشلن شو الخايد لأرقدم كسيالا نخلخ بغرا بأرخاثة توير تخدمو لفلا ناشي تخدم ريشلامة بأرخخ ترتا أخنيخ دمؤريلا مأريثا مقمة دريا نخلخ حشن ومسقخ لهالبخشيم وأم دخازخ لقباخ أم دخازخ لقباخ مطبخ لخ أكما بطرياث الصلمح دتشاتق زر أخلب بدرواثة مسقخ لهالألاها كليهن بيثواثا نوئهن بدرواثا ما بغري لهذا قطليل ولقماي تقديشي إلح وقايم مأرقيل وقناوة خيوما من يوماثم شمر شمئلي خمدقلانا كيلك زامر أثري وأثري وخلنا بوليتيقايك معايت أمتي أو أمثي ما شقخن من داذا أثرى وآذي أمتا كم زبنيتو لدكوله دنيا أبقلها كم زبنيتو له ليلة قنايا أخني دثيلا بعد أثرا كمريلا نواقد آشور ود ألاه وخنك طوأخك بينك تخرن أمي كم روالا طوءك فين تقيمي تشمين شمنا هركي يخشمنخ مليهن كساثا من شقياثة وطرانة مليهن كساثا من صنطار وصمانة وبشل الناشي يقور لق أرقي الخن أثرواثا لبهن أرقي بماراثونات دشلامة بسيمة. شكرا جزيلا. في العمق السرياني تسكن ذاكرة الإنسان الأولى، تلك التي كتبت الأبجدية على الحجر قبل أن تكتب على الورق، وصاغت من الروح حضارة خالدة. السريانية ليست لغة وإنما وجدان جماعي، مرآة روح عبرت العصور محافظة على نقائها كالماء الأول. في كل كلمة سريانية نسمع رجع الأجراس القديمة، وفي كل شاعر من بغديد نرى وجه التاريخ وهو يبتسم للغد. تتفضل الشاعرة هناء قاشا لقراءة قصيدتها والحديث عن الأزياء في بغديد. مساء الخير. طبعا قصيدتي باللهجة الدارجة عندنا بمدينة بغداد. رخموثة قميثة، يعني المحبة قبل شلون كانت، بأنت شمئيت خكمبات تنياثا دقور وانشد بغداد
لب مليار خموثة دخ رخمي وغذاذ وما كمري وبآني يماثا كمري ودغذاذ حيل اختيري تونياثا امدك بلطي والحظيرة وكرائي وإروي بدشتاثا لازم دلناشخ ما كمري ودغذاذ آني جوانق وروياثا كاميرة ما اختير خلخال بأقلاثخ وامدك رخشت شأشة أرقت خيث أقلاثخ برقي خلخالخ بإني مخبرق دئيناثخ كنطرن دم خنزة شقتخ خناوة اتقشن آني اختير أقلاثخ وامد خيرن الصلمخ خازن نطوبة بلقد بقوينخ كلامع مخصهر دليلة واثخ واني فرنتي مدورة البقوينخ والشمئياثخ برشد وبارملونا سموقة وكومة ويروقة وشؤوثة كمبهر صرتخ وصلمخ واني عزران شؤوثة وكسن زروق وسموقة مبهري قصاصاتخ وآية كلها بدريثة بدبن ديمنة كلمعة مخشوطة شمئياثخ وآني رشناث التركية شتير مطرب النثياثخ امدك شأشي بالة لبي مصدري وبإراقة كاثب أثرخ وآني قذلات الكوسخ دري الرشاشخ وآوى جرجر وبلقى حصلي ودك مبهر صدرخ وحجاثخ وآني شير اختير بزندد إداثخ وآني سقياثة دري بصباثخ وآني صباثة خش قلامت كثن بقوهن حكياثي وحكياثخ وآوى كمر السهمة خوارك لامع الخاصخ والقوياثخ بقاوح دري قذلات شتير الكعب دقلاثخ قذلات كم شقشقي كراين قلهم نثياثي وبنثياثخ وآية حمل الله وآية حمل الله الوشتة بدفن تشبه إي بصرت دمارا نطرالخ دغدالي ودنش واثخ وبحجاثخ اختير وملونم كياذ المدية برتد بغداد ومكلاثح وشالم نقشة دريثة بقاوح حكياثخ هذا خيا وبختد بغداد مسقلت بقاوح ماثح وآوى قنجة اختيرة كم حامي ولا مشمش ديوماثة كويا ودريثة مخاطب قنجح بخيط اختير حجاثح امدك مطي الكمر السهمة كمرالة يا الخالي لاكيد دمي وحالي شنفد ليلي لقدم خان دبثت ويرب كماري. شكرا جزيلا. بسيمة رابا تبقى بغديد رغم كل ما مر بها وردة نادرة في بستان الذاكرة العراقية تنشر عطرها السرياني في كل اتجاه وتذكرنا إن اللغة حين تصمد تصير وطنا فسلام على كل من جعل من الكلمة بيتا ومن الثقافة جسرا ومن بغديد حكاية لا تموت مع السيدة غادة فصيح لتتحدث عن تجربتها الملهمة في بناء أول متحف في بغديد وعن تاريخ المقتنيات الأثرية وكيف كانوا يستخدمونها أهل المنطقة. مساء الخير للجميع. غادة فصيح صاحبة متحف الأسلاف في الحمدانية. الحمدانية طبعا هي جوهرة سهل نينوى وإحنا خلينا المتحف بالحمدانية حتى يبقى الناس أهل الحمدانية وأهل نينوى والمحافظات يتوافدون عليه ويزورون المتحف. يتضمن المتحف أدوات أجدادنا اللي كانوا يستخدموها أيام زمان
كانت الأبواب الخشب، الشبابيك، الرحة اللي كانوا يطحنون بها الحنطة، البريموس اللي كانوا يستخدموه يدفون الماء، بها المكاحل، بها مجلات. المتحف يتضمن من أصغر شيء يعني الحاجات القديمة كلها تتضمن التحفيات والتراثيات. طبعا هي هوايتي كانت من صغري. كنت أنا سن 14 سنة كنت أجمع هاي المجلات والمكاحل، ويعني أقتنيها مثلا من بيت جدي اللي بالموصل، بيت جدي اللي بالحمدانية، وكنت أحتفظ بها من صغري. والحمد لله من اجيت للحمدانية، أنا ببغداد كنت، واجيت بعد أحداث داعش. الشقة كانت كلش محروقة فحم، عمرناها وخلينا طابق الأرضي المتحف. والحمد لله المتحف زوار يتوافدون من كل المحافظات، ونفتخر احنا عندنا هيك تراث نحافظ عليه، لأن هاي هويتنا. اللي ما عنده قديم ما عنده جديد. ويا ريت الجميع من هسه يعلمون أطفالهم. يعني أكو كثير من الأطفال يجونا مدارس ما يعرفون هاي القطعة شنو هي، يعني يسألون هاي شنو. لا، نعلمهم. يعني إحنا من دا يجون هاي الأطفال والمدارس نعلمهم هاي القطعة ايش كانوا يستخدموه أجدادنا قبل. يعني أكو يجون يقولوا لي مثلا هاي شنو هي، ما يعرفون مثلا الشربة المشربية، خلينا نقول كانوا أهلنا يأخذوها يجيبون مي من، يعني الأمهات كانت تجيب مي من النهر. عندنا مثلا الفانوس قبل ما شاء الله يعني طلع أجيال كلها كانت أطباء ومهندسين بهاي الفوانيس واللالات. يعني الحمد لله احنا شقد ما بينا نحافظ على هذا التراث وعلى هذا الكنز اللي تركوه أجدادنا إلنا. هذا الكنز أنا على طول أقول هو كنز، يعني التراث هو كنز. أنا عندي قطع قديمة أبيع ذهب وأخذ هاي القطعة أقول هي هاي ذهب. يعني أنا أبيع أسوار وأشتري جرجر، هذا ذهب، مو هذا الذهب اللي لابسته. يعني واحد هيك يكون يحافظ على هذا التراث التاركي أجدادنا. شكرا جزيلا، والله يقويك ويحفظك. أستاذ بشار الخديدي، نعم. شلون تشوف واقع اللغة السريانية اليوم؟ كما هو معلوم، للحفاظ على أي لغة لا بد أن يتكلم شعب بهذه اللغة للحفاظ عليه. وكما هي اللغة السريانية لغة سامية وقديمة عبر آلاف السنين، لا زلنا لليوم وفي أغلب مناطق شمال العراق يتحدث أهلنا بهذه اللغة بلهجاتها المختلفة. كمشرف اختصاصي في اللغة السريانية وبعد تجربة تدريس اللغة السريانية في مناطق سهل نينوى والشمال، حقيقة أتأسف أن أقول نريد الحفاظ على ما تبقى، لأن اللغة في مرحلة الانقراض. كما هاجر أهل هذه اللغة إلى بلاد الاغتراب، هكذا نرى اللغة أيضا تتهاجر من أهلها الذين للأسف يتحدثون أغلب اللغات وينسون لغتهم الأصلية، لغة السيد المسيح ولغة الإنجيل واللغة الطرسية التي لا زالت محكية في بعض الكنائس. الواقع طبعا لا يبشر بالخير، فأي لغة لا يتحدث أهلها هي لغة ميتة، والإنسان الذي لا يعرف لغته لا يعرف لماذا خلق. اللغة السريانية لغة أبجدية العالم، منها خرجت أغلب الأبجديات، لكننا اليوم نعيش في عصر آخر، عصر التقنيات، عصر العلوم، عصر التكنولوجيا. فتعد هذه اللغة قديمة بنظر أناسها للأسف. إنها تعرب اليوم في طقوس الكنسية، وهو ما يؤدي إلى عدم الحفاظ عليها وتهميشها من قبل أناسها بالضبط.
لا يوجد بعد تجربة تدريس اللغة السريانية بعد أحداث 2003 تقريبا 20 سنة فما أكثر، لا يوجد لحد هذا اليوم أو حد هذه اللحظة شعراء باللغة السريانية، خطاطين باللغة السريانية، كتاب باللغة السريانية، مؤلفين باللغة السريانية إلا بعدد الأصابع. وهذا بحد ذاته فالسوء على أهل هذه اللغة الذين بأنفسهم يحاربون لسانهم. وأنا مثل ما وضحت كمشرف أجد عدم اهتمام البيت الواحد، العائلة الواحدة في مسألة اللغة. عدم الحديث في اللغة هو قتل اللغة. اللغة السريانية هي لغة الأغاني، هي لغة الفرح، هي لغة الرثاء، هي لغة المدح، هي لغة أي شيء يبادر على ذهن الإنسان. العلماء والنحاة كبار السريان لا زلنا لليوم نقرأ مؤلفاتهم وكتبهم وميامرهم ومداريشهم في الكنائس، لكننا لا نريد أن تكون تلك المداريش وتلك الصلوات أيقونة قديمة. نحن اليوم بحاجة إلى تجديد، إلى أناس انفتاح، ناس تتحدث بما يحلو لها بواقع اليوم. يعني هناك مفردات سريانية انتهت قبل 100 سنة، كانوا أجدادنا يتحدثون بالسريانية، نحن اليوم وجيلنا اليوم لا يعرف أبسط تلك المفردات، لكنه الشاب أو الشابة يتعلمون اللغة التركية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بطلاقة. نحن لسنا ضد تعلم اللغات وضد هذه الحداثة، لكن للحفاظ على اللغة لابد من وجود مقومات للحفاظ عليها. المناهج التي تدرس في المدارس أيضا تحتاج إلى رعاية وإلى تأليف وإلى تأني في جغرافية هذه المناهج. اليوم نعيش في عصر مختلف عن عصور القديمة، والمنهاج يحتاج إلى تأكيد على حضارة وأصالة هذه اللغة وهذه المناطق التي لا زالت اليوم تحافظ أو تريد أن تحافظ على هذه اللغة اللي هي اللغة الآرامية السريانية التي تحدث بها السيد المسيح وكتب بها بعض أسفار الإنجيل. وأيضا القرآن الكريم، أول ما كتب القرآن الكريم كتب في الخط الكوفي الذي هو الخط الأسطرنجيلي الذي كتب به الإنجيل أيضا، الذي يشبه الخط الكوفي، وهو خط زخرفي ليس فيه حركات ولا نقاط. فلذلك اللغة السريانية هي لغة مهمة اليوم، واجب على كل فرد ليس فقط السرياني، وإنما الكل مدعو للحفاظ على هذا الإرث الذي تركه لنا الأجداد قبل آلاف السنين. نرجع للسيدة هناء، ممكن تحدثينا قليلا عن الأزياء اللي ترتدونها حضرتك والسيد غادة أيضا؟ طبعا أنا بالإضافة إلى أن كوني معلمة لكن أهتم بالتراثيات والأزياء، وخاصة الملابس مالتنا، خياطة وتطريز وأكسسوارات وكله يعني شيء اللي يشمل الزي مالتنا. طبعا هسه هون الأخت لابسة هذا الشال، نسمينه هذا الشال المطرز بالإيد، نسمينه شال المنقشة، ولابسة نلبس 3 قطع، هذه نسميها الشوكتة، وعندنا هذا الزبون، وعندنا هاي احنا بلغتنا نسميها فرمنة، يعني مثل الجاكيت صغيرة، وعندنا هذا نسمينه شال. الشالات عندنا اشكال، يعني هذا مال افراح ومناسبات المطرز بالايد، مثل هذا انا اطرز، هذا يلبسونه اسم الله عنكم بعيد عنكم بايام مثل الحزن او بالايام العاديه. وعندنا لون اسود هم يلبسونه بالحزن، وهم كانوا يلبسونه براسهم من يروحون على الكنيسه. وعندنا لون ماروني صاده، وعندنا بالافراح ايضا لون اصفر ولون وردي
وشال ملون، يعني بينه 3 ألوان. يعني مثلا أنا خيطت شال لون أصفر، فضل لي من هاي الطبقة نقولها، وخيطت شال وردي أيضا فضل لي طبقة. فكانوا يعملوها قبل أمهاتنا وجداتنا، كانوا يخيطوها هاي 3 ألوان يلبسوها للشابات الصغار، يعني بعمر 12 13 سنة شابات بالأفراح والمناسبات. بالأيام العادية أكثر النسوان يلبسون هذا الشال ويلبسون لو ماروني صادة. فكل هاي أنا شلون تعرفون مثلا أنا إذا أنتم مهتمين بالأزياء رأسا من لبسي تقولون هذه من بغدادة، هاي قرقوشية. قبل كانوا يجون من تلكيف، من بحشيقة، من قرقوش، من كرمنيس. أهل موصل كلهم كانوا يعرفوها، هاي كرمنيسية، هاي قرقوشية، هاي من بحشيقة، من خلال الزي مالتها. طبعا عندنا اكسسوارات البراس اللي نلبسها ايضا، هذا مثل الحجاب الملفع نسمينه، هذا هم عندنا على الوان منه، هذه بالايام الحزن، وعندنا بالافراح نلبس لون وردي فاتح جنبدي يعني، وبالايام العاديه ايضا ماروني، وهم بالحزن يلبسون اسود. هذه الشال الكفيه هذه ايضا بالافراح نلبس هاي الهبريه، هاي مال افراح ومناسبات واعياد دينيه، مناسبات دينيه نلبس هاي نسميها الهباري. وبالحزن بالايام العاديه هذه او لون ماروني ايضا نسميها كفيه ديار بكر. كان اهلنا قبل يسموها، ليش؟ لانه كانوا يجيبوها من ديار بكر فيسموها عليها ديار بكر. بعدين عندنا الاكسسوارات البراس، طبعا انا هسه ما لبستهم بس يعني عندي صور بها. هون هذه الليرات نسميها فرنتيه بهالشكل، ومن هون يلبسون الخرز يعني ذهب بس بينه خرزايتين، وحده لون احمر وحده لون ازرق، هم يخلوها نسميها عزرانه. يعني هسه القصيده مالتي كانت على هاي الاكسسوارات. وهذا التشلاب هذا نلبسه دائما، يعني التشلاب بالافراح بالاحزان بالمناسبات. ليش؟ حتى شلون احنا نريد نمسك الحجاب حتى لا يقع مثلا بالفركيته او بشيء، فامهاتنا كانوا يعملون تشلاب، فاكو تشلاب ذهب واكو تشلاب فضه، واللي ما كان عندهم كانوا يخلون فركيته. المهم يعني يربطون الملفع مالهم. وبعدين تيجي هذه الاكسسوارات اللي هون يلبسوها الالوان الدباره، اصفر واخضر واحمر واسود. طبعا هاي اخيط منها انا كلها ايه الشكل. هذه تنلبس ايضا بالمناسبات الدينيه، خاصه عندنا مناسبه كبيره بمنطقتنا نسميها احد، هي على الطبيعه، على الوان الطيف الشمسي، على اشكال كلها حلوه. استاذ جميل، نرجع لك. شنو دور اللي تهجروا بتعزيز الادب السرياني؟ طبعا هذه الحلقه سميناها يوم الثقافه السريانيه. اللي راح احكيه مو مظلوميه بقدر ما هو حق يعني خاص إلنا. وصلت للصف السادس اعدادي وما اعرف ارسم اولف او بيت من اللغه السريانيه، بينما واحد ايضا من نفس الديانه بينما هو كان ساكن في سميل او سوريا كان يكتب ويقرا ويتحدث باللغه السريانيه. احنا نتحدث لهجه هي مجموعه من اكثر من 150 لهجه موزعه ما بين بلاد النهرين. فهو حتى ماده الكيمياء كان يدرسها باللغه السريانيه. فاحنا وصلتنا متاخرا، اولا حرمنا منها من قبل النظام السابق، نظام صدام حسين. طبيعه النزاعات الموجوده في هذا البلد من تاسيس الدوله العراقيه ولحد الان، لكن هذا ما كان مانع يعني بعد الانفتاح اللي صار وبعد انه المرونه اللي صارت بالتعامل مع الشعوب والمجتمعات، بحيث انه كانت هويه واصبحت هويه. بمعنى انه قبل اسبوعين كنت في مؤتمر في ايطاليا، فكتبت بعض المفردات باللغه السريانيه. العديد من الايطاليين كانوا مستغربين انه ميزوبوتاميا ايش قد يهتمون هذه الحضاره واحنا نحاول انه نقلصها ونحجم دورها. فالفرصه كانت مهمه جدا انه واحد، وخاصه هسه شفت لافته، هذه ايضا نقطه مهمه تحسب على جامعه الموصل وعلى الحكومه المحليه في محافظه نينوى، انه افتتاح قسم اللغه السريانيه. وقسم اللغه السريانيه مو فقط يعني للمسيحيين او اللي ينتمون للديانه المسيحيه، وانما هو
يعني لكل العالم. عندنا زملاء مثلا خليجيين من مصر، من بلدان أخرى، يتحدثون ويكتبون ويتداولون هذه اللغة بيناتهم، لأن هي بالتالي يعني امتداد للحضارة الآشورية القديمة، وتطورت هذه اللغة. دور العوائل النازحة، يعني اللي نسحوا إلى محافظة أربيل ومحافظة دهوك، كان أكو دور مهم جدا في خلق ما يسمى أدب النزوح، بحيث كانت نقطة محصورة بين الأدباء وبين الفنانين قدروا يحافظون على هذه اللغة من الاندثار. لكن التحديات الحقيقية اللي نواجهها، يعني في مدينة بغداد تقريبا عدد العوائل اللي كانت أو عدد الأشخاص الموجودين في مدينة بغداد قبل مرحلة داعش كان ما يقارب 55,000 نسمة، اليوم 21,000. المتبقين أغلبهم سافروا إلى خارج العراق. خارج العراق كانت أكو تحديات، اللي يتعلم اللغة الألمانية، الفرنسية، الهولندية، الأمريكية، فهذه كانت مشكلة، أنه شلون يقدرون أنه يتأقلمون هنا.